فضفضة اليوم. الحمار قعد يلف في الغابة ويقول الحيوانات إن ورق الشجر لونه أزرق، والحيوانات موافقة لحد ما صدقوا نفسهم إن ورق الشجر أزرق. إلا النمر وقف للحمار وقال له لأ، ورق الشجر أخضر مش أزرق. اتلمت القرود عملت زيطة، واتلمت الحمير عملت غاغة، وبعدين راحوا للأسد يحكموه. الأسد حكم بعقاب النمر. راحت القرود والحمير يحتفلوا ويرقصوا بالانتصار. النمر قال للأسد بتحكم عليا ليه؟ هو ورق الشجر أخضر ولا أزرق؟ قال له أنا ما حكمتش عليك بالعقاب عشان ورق الشجر أزرق ولا أخضر، أنا حكمت عليك عشان بقوتك وعضلاتك وجبروتك وقفت تناقش الحمير والقرود. ضيعت وقتك في مناقشة ناس ما بتفهمش. نفس الموضوع عندنا في حياتنا، بتلاقي ناس مهما يحصل فيهم هم برضو ما فيش مخ. عندكم حد قابلتوه وبالأخص الأيام دي فيه الصفات دي، صفات القرود والحمير اللي مصدقة، أو الحمير والقرود اللي مصدقة. لقيته حد مهما يحصل فيه مخ حمار وفي قرود مصدقاه؟ قولوا لي في التعليقات. تحياتي مستر محمود من قناة فضفضة.